فيلمنا بيبدأ مع بويكا اللي عايش دلوقتي في أوكرانيا ولسه مستمر في عالم المصارعة والقتال، بس المرة دي بشكل أكتر احترافية، وبسبب مهارته العالية وقوته الغير طبيعية بيقدر يتغلب على خصمه بمنتهى السهولة، والناس كلها بتهتف باسمه. لكن لحد دلوقتي مش قادر يخش للعالم ده بشكل قانوني. بنروح لسجن شورنيا. مدير السجن ماركوف لسه بيدير الرهانات على مباريات المصارعة زي ما هو متعود، لكن المرة دي عنده بطل جديد وفي غاية القوة والضخامة اسمه كوشمار، وتحس انه وحش لدرجة ان الحراس لما بيخرجوه بيستخدموا ضده اقصى درجات الحذر والامان، وبيتعاملوا معاه كانه رابطين اسد، لدرجة ان خصم كوشمار لما بيشوفه بيخاف. المهم الجنود بيفكوه، ومع بداية المباراة بيحاول يسدد له بعض الضربات لكن كله ما بيأثرش، لحد ما كوشمار بيقرر يهجم عليه، وهي الهجمة بيشيله ويحدفه على الارض، ومع كام ضربة قوية بيهشم له الجمجمة تماما وتقريبا مات، وبيفوز كوشمار بكل سهولة. بنروح لبويكا اللي تحس انه بقى ندمان على حياته وعلى الغلطات اللي عملها فيها، وده خلاه يتبرع للكنيسة في كل مباراة بيكسبها، والقص بيكون سعيد جدا بده، وخصوصا انه ساعدهم في بناء الكنيسة كمان. لكن في نفس الوقت بيبقى عايزه يبطل المصارعة لانها لعبة عنيفة جدا وبيأذي بيها الناس، وده بيخالف كلام الدين. بس بويكا بيبقى شايف انها رياضة زي اي رياضة وليها قوانينها، واكيد ربنا اداله المهارة دي علشان يستخدمها في كده. بنروح لمركز كيفي الرياضي. بويكا بيكون بيتدرب كالعادة، ولكن النهارده بيجيله كيلي وكيل اعماله اللي بيقول له على خبر حلو جدا، انه قدر يجيب له مباراة مهمة جدا في بطولة اوروبا، وده هيبقى طريق له للعالمية واللعب بشكل قانوني، بس بشرط مش هيقدر يخش البطولة دي الا لما يكسب المباراة الجاية ويعجب كمان المسؤولين. بعدها بيجي يوم الماتش، كون مستعد جدا، وخصوصا ان المصارع اللي قصاده فيكتور موهوب ومهاراته عالية وشكل لعبه شبه لعب بويكا. بيبدأ الماتش ما بينهم بهجوم قوي وعنيف من فيكتور، وبيسدد بعض اللكمات القوية والسريعة لبويكا، وبيكون القتال ما بينهم متكافئ الى حد ما، لكن بويكا بيرد عليه باقوى الضربات وبيشيله ويرميه على الارض وبيوقعه اكتر من مرة، والمباراة في غاية القوة والروعة، ريال مدريد وبرشلونة. وفجأة بويكا بيجمع قوته من تاني، يديله ضربات عنيفة والجمهور بيعجب بيه وبمهاراته الفريدة، وفيكتور بيقوم وبيحاول يكمل الماتش تاني، لكن بويكا بيكمل عليه وبيوقعه من تاني، لكن فيكتور بيكون رافض للاستسلام بالرغم من اصاباته الخطيرة، ولما بيقوم بيستقبل ضربات خطيرة وقوية جدا من بويكا بتجيبه على الارض مغمى عليه، وبينتصر بطلنا في النهاية. بويكا بيضمن مشاركته في البطولة الأوروبية، ولو فاز فيها هيبقى أعظم المقاتلين في العالم، ولو خسر ينسى حلمه للأبد، ودي فرصته الوحيدة للمشاركة. بيجيله المسؤولين اللي حضروا الماتش وبيهنئوه على الفوز، يقولوا له استعد عشان تشارك في البطولة، وبيجيله كريل مدير أعماله يكسبوا من الماتش. بعدها بويكا بيكون ماشي من المكان ده، وأثناء رحيله بيلاقي الإسعاف واخدين فيكتور، فبيسألهم ماله، فبيقولوا له حالته صعبة بين الحياة والموت. ساعتها بيتصدم بويكا وبيحس بالذنب الشديد، وبيفتكر كلام القص ليه أذى بني آدم بالليل ما بيعرفش ينام، وبيكون خايف جدا ليكون حصل حاجة لفيكتور، وساعتها مش هيقدر يسامح نفسه تاني. المهم تاني يوم بيعرف من مدير أعماله إن فيكتور مات، وما بيقدرش يستحمل الصدمة. أعماله إنه يجيب له كل المتعلقات بتاعت فيكتور، وبيقعد يقلب في معلومات، وبيبقى عايز يعرف هو متجوز ولا لا، عنده أولاد ولا لا، وبيعرف من المتعلقات اللي كانت مع فيكتور إنه ليه زوجة وإنه بيحبها قوي، وبكده بويكا يكون دمر العيلة دي. بيطلب بويكا من كريل جواز سفر مزيف علشان يسافر بيه روسيا، لكن مدير أعماله بيحذره انه لو راح هناك في خطر عليه علشان هو هربان من السجن في روسيا، ولو مسكوه هيتحبس، وكمان البطولة فاضل لها اسبوعين وده حلم حياته ما ينفعش يفوته. لكن بويكا ما بيهموش اي حاجة، وبيتعصب على مدير اعماله وبيقول له لازم تظبط لي الباسبور في اقرب وقت. بنروح على روسيا، بتتعمل جنازة مهيبة لفيكتور وبيحضر فيها كل اهله وحبايبه، وكمان تحضر زوجة فيكتور تكون في غاية الحزن والانهيار عليه، وكمان بيكون في الجنازة رجل اعمال اسمه زراف وبيقدم لها التعازي. بعد ما بيخلص العزاء بيقف معاها وبيقول لها ان فيكتور كان مديون ليه بفلوس كتير قوي، ودلوقتي هي المفروض تسد له كل الفلوس دي. طبعا هي ما معهاش اي فلوس وما بيكونش قدامها اي حاجه غير انها تشتغل عنده لحد ما تسد كامل الدين، لكنه بيكون عايز منها حاجه تانية خالص. بعدها بنلاقي مدير اعمال بويكا قدر يجيب له جواز سفر طبعا مضروب، وبيقول له على بعض التعليمات علشان يقدر يرجع تاني بامان. بعدها بنلاقي بويكا راكب الاتوبيس وبيوصل لنقطه الحدود، وبيلاقي الحارس ان الجواز بتاعه روسي، فبيساله بعض الاسئله وبعدها بيسمح لهم بالدخول. بيوصل بويكا للبلد اللي فيها ألما مرات فيكتور، وبيروح يقعد في فندق كده مؤقتا، وبيقدر يوصل للجمعية الخيرية اللي هي شغالة فيها وملكاها كمان. المهم انه بيشوفها قصاده وهي بتلاحظ وجوده، لكن في نفس الوقت بيوصل سيلفا مساعد زراف وبياخدها غصب عنها معاه. ولما بويكا بيسأل حارس الأمن اللي سايبه زراف على الباب بيعرف منه ان ممنوع اي حد يتكلم معاها، وان هم جايين ياخدوها علشان شغلها، واللي بيكون في الكازينو اللي بيملكه زراف، ومهمتها انها تقدم المشروبات للزباين اللي موجودين في المكان. لكن للصدف الغريبة ان الكازينو ده بيتعمل فيه مباريات مصارعة غير قانونية بيكون عليها رهانات كبيرة جدا، والمباراة اللي بتتلعب
حاليا بين مقاتل اسمه إيجور، أقوى المقاتلين عند زوراف، ومصارع تاني، لكن قصاد إيجور كان ضعيف جدا وبيتغلب بكل سهولة. وأول لما بويكا بيشوف ألما بيجي يتكلم معاها، لكن بيظهر سيلفا مع رجالته وبيمنعهم من الكلام وبياخدوا بويكا ويرموه بره. وطبعا زوراف قاعد بيشوف كل ده من كاميرات المراقبة، لكن الرجالة دول بيعملوا غلطة كبيرة قوي في حياتهم وما يعرفوش هما بيلعبوا مع مين ورموا مين، وبيأمروا بويكا انه يبعد عن ألما نهائيا لانها تخص زوراف، وبيأمر الرجالة انهم يضربوا بويكا، لكن بويكا بسرعة رهيبة بيدوهم ضربات قوية جدا وبيتخلص منهم كلهم في خلال ثواني بالرغم من عددهم الكبير. وبيمسك سلاح سيلفا وبياخدوا منه وبيضربوا، ورجالة الكازينو كلهم مرميين على الارض منهارين تماما. وهنا بيظهر زوراف اللي بيكون معجب جدا بمهارة بويكا وبيعرض عليه انه يشتغل عنده ويصارع ويقاتل لاجله، لكن بويكا كل اللي عايزه انه يتكلم مع ألما، بس زوراف بيمنعه لانه بيملكها وبيملك المدينة كلها وبيهدده لو قرب منها تاني هيقتله. بعدها بنلاقي بويكا لسه مش قادر يسامح نفسه ولا ينسى المعارك اللي خاضها واللي بتحسسه بتأنيب ضمير، وبيصمم تاني يوم انه لازم يقابل ألما وبيروح لها الجمعية. ولما الحارس بيمنعه بويكا بيتعصب وبيديله بوكس وبيغمى عليه وبيخش عشان يقابلها غصب عن اي حد. واول لما بيشوفها بيلاقيها قاعدة وسط الاطفال، وألما بتتصدم من جراءة بويكا وبتتكلم معاه وبتقول له مالك انت عايز ايه؟ فبتلاقيه جايب لها متعلقات فيكتور وبيعرف انها شغاله عند زوراف عشان تسد القرض اللي خدته هي وجوزها علشان يفتحوا الجمعيه دي للاطفال. لكن الحزن بيملى عينيها لما بتعرف ان بويكا هو اللي موت جوزها اثناء قتالهم في الحلبه، وبيحاول يحكي لها ويشرح لها لكن هي ما بتبقاش عايزه تسمع منه اي حاجه، وبيقول لها ده حصل غصب عني، انا كنت شخص زمان غير دلوقتي تماما وندمان على كل اللي عملته، لكن ما بترضاش تسامحه. ترفض الفلوس اللي بيديها لها وبتقول له ان الفلوس دي ملطخه بدم جوزي، ترميها في وشه وبتطوله كمان. في نفس الوقت بنلاقي بويكا تأنيب ضميره واحساسه بالذنب زاد وبيخرج وهو متعصب وبيضرب الحارس من تاني. بعدها بنلاقي زوراف بيعين مجموعه من المقاتلين الجدد لكن ما بيكونوش كفاءه قوي وغير مؤهلين للمنافسه والقتال، وبيكون عايز حد قوي مهاراته عاليه يقدر ينافس في المباريات الكبيره ويكسبها كمان. في اللحظه دي بيوصل بويكا طاحن الكازينو بعد ما بيضرب الحارس، وقبل ما كان هيضربوه بالنار زوراف بيمنعهم، وبويكا بيقول له انا جاي اعرض عليك صفقه هقاتل من اجلك وفي المقابل تحرر الدين اللي على ألما. كلام جدا، وبيقول له خلاص يا معلم 3 ماتشات اجلي ويبقى الدين اتسد، شرط انك تفوز فيهم كلهم لو عايزها تتحرر، واخر ماتش في ال3 ماتشات بطل البطل بتاعي وبطل الكازينو إيجور. المهم انهم بيتفقوا ان ال3 ماتشات دول يكونوا في اسبوع واحد علشان بويكا مستعجل، واثناء كلام زوراف معاه بيعرفوا انه عارفوا انه هو بويكا وانه هربان من السجن هنا في روسيا، لكن بيطمنه وبيقول له ان محدش هيقدر يلمسك طول ما انت شغال معايا علشان شرطة المدينة كلها شغالة عندي. المهم ان بويكا قرر يساعد ألما ويقدم لها شيء يخليها تسامحه. بيتصل بكيرلي وبيقول له على خبر انه هيضطر يستنى اسبوع كامل وبيوعده انه هيكون في الميعاد المحدد للبطولة. المهم ألما عرفت ان بويكا عمل كده علشانها فبتروح وتتكلم معاه، وطبعا مفيش اي اعتراض من زوراف عشان كده الاتنين شغالين عنده. تقف معاه وتبقى متضايقة علشان هيحارب عشانها وبتقول له سيبني وامشي وملكش دعوة بيا وشيلني من دماغك، لكن بويكا بيوضح لها ان كل اللي عايزه انه يحاول يصلح غلطة يريح ضميره من تاني. المهم بعدها بنلاقي بويكا رايح لصالة التدريب وبيدخل عشان يتدرب عادي، لكن بيلاقي شباب هناك وواحد منهم شايف نفسه بيضايق بويكا بيسيبه بيضايقه تاني، لكن بويكا المرة دي بيلخص على طول من ضربة واحدة وباقي الرجالة بيبقوا خايفين. بعدها بنروح لأول ماتش بيكون ضد مقاتل قوي وسريع، بيبدأ بمجموعة من الضربات القوية والسريعة من المقاتل ده، لكن بويكا بيقدر يتجنبها وبيدافع عن نفسه بشراسة وبيهجم عليه بضربات قوية وبيطير في الهواء وبتتوالى الضربات من بويكا، لكن المقاتل بيقوم بسرعة وبيحاول يضرب بويكا لكنه بيستقبل ضربات أقوى بكتير من الأول، ومن الواضح تفوق بويكا لدرجة إنه من كام ضربة كمان بيقع على الأرض ونزل عليه بويكا، وقبل ما هيدمر وشه بيوقف في آخر لحظة وبيفتكر فيكتور واللي حصل معاه وبيقوم وبيكتفي بالفوز في أول ماتش. بعدها بتروح تقدم له مشروب زي ما زوراف طلب منها وبيسألها لو تعرف مكان يقدر يتدرب فيه، فبتقول له فيه صالة حديد هنا قريبة، فبيقول لها رحتها بس فيها ناس مشاكسين كتير وانا عايز ابعد عن المشاكل، فبتقول له مفيش مشكلة انك تيجي تتدرب في مقر الجمعية اللي انا شغالة فيه، في صالة تدريب كده موجودة فيه. تاني يوم بيوصل للمكان وطبعا الحارس كان عايز ينتقم منه لكن ما بيقدرش يعمل له حاجة عشان بويكا بيقاتل عشان الزعيم بتاعه. ده بويكا التدريب بتاعه بأقصى جهد عنده وبيلاقي الأطفال الصغيرين قاعدين بيتفرجوا عليه وهو بيكون سعيد جدا بوجودهم وبيمنع ألما انها تاخدهم وبيقول لها سيبيهم. بعدها بتجيله فرصة تاني انه يتكلم مع ألما وبيعرف منها انها قد ايه مفتقدة جوزها
جوزها ومش قادرة تتجاوز موته، وده بيحسسه بذنب كبير. بنروح للماتش التاني اللي بيكون ماتش مختلف تماما، عشان بويكا مش هيقاتل خصم واحد، دول خصمين وهما الاتنين الاخوة دول. وطبعا بويكا بيتصدم وبيعرف ان زراف بيحاول يخسروا الماتش علشان يخليه هنا للابد. بيبدأ الماتش والاخوة بيوجهوا ضربات قوية لبويكا من كل الاتجاهات، فعلا بيستقبل كام ضربة في جسمه، لكن بيرجع له تركيزه من جديد وبسرعة قوة وبخفة بيهجم عليهم بقوة وشراسة رهيبة، وبيخلي كل واحد فيهم عاجز عن الحركة لبعض الوقت، وبيمسك التاني يضربه بقوة اكبر لدرجة انه بيقع على الارض منهار، وبيرجع يضرب الاول من تاني، لكن بيرجعوا الاخوة تاني وبيسجلوا له كام ضربة قوية، وبويكا بيكون في غاية القوة والعنف والسرعة والمهارة، لكن اتنين مصارعين في نفس الوقت شيء بيكون صعب شوية، وعلشان كده بويكا خد له ضربة قوية جدا في ظهره بتخليه يتألم بشدة. اول ما بيشوف ألما قصاده بيستجمع قوته، وطبعا بيقاتل بشراسة اكبر، وبيمسك الرجالة ديت يروقها، يوجه لهم اقوى الضربات الممكنة، وبيقدر في النهاية بحركة غير عادية انه يقضي على الاتنين بالضربة القاضية في نفس الوقت. طبعا الجماهير كلها بتهتف باسمه. كده المباراة الأخيرة هتكون ضد إيجور، لكن زراف كان عنده خطة تانية خالص. بيجيب مسؤول من سجن شورنيا اللي في روسيا وبيديله رشوة، وبيقول له أنا عايزك تجيب لي كوشمار لمباراة غير عادية ضد بويكا اللي هارب من السجن عندكم، يعني يعتبر كده فلوس وترقية، وهسلم لك بويكا. المهم بعد الماتش بنلاقي بويكا بيروح علشان يكمل تدريبه، وبتكون ألما في الجمعية وبتتفرج عليه، وبتقول له كمان جوزي كان بيتدرب بعد كل قتال بالرغم من إصابته. بتديله أعشاب كده بتقول له ديت ادهنها على مكان الإصابة علشان تسكن لك الألم شوية، ومن الواضح كده إنها ابتدت تسامح بويكا وتفهم إن هو بيقاتل علشانها عشان يسد لها الدين. ولما بيسألها ليه ما فكرتيش تهربي من المدينة، فبتقول له أنا مش هقدر أسيب الجمعية والأطفال اللي برعاهم، واللي لو سبتهم هيترموا في الشوارع وهيكونوا أفراد عصابات ومجرمين. المهم بيروح زراف عشان يتكلم مع ألما، وبيكون فاكر إنها معجبة ببويكا، وبيفكرها إن بويكا ده هو اللي قتل جوزها وإنه قاتل ومجرم، لكنها بتدافع عنه وبتقول له كل ده مجرد حادثة مش أكتر. لكن في الآخر زراف بيضربها وبيحذرها إن لو بويكا رجع تاني للجمعية هيقتله. تاني يوم بيجي تليفون لبويكا من مدير أعماله بعد ما حجز له تذكرة الأتوبيس اللي هيمشي بعد الماتش على طول، وبيعرفه إن الجماهير والصحافة مستنياه وإن حلمه على الأبواب. بعدها بويكا كان راجع على أوضته، لكن بيلاقي ألما مستنياه تعرف منه حقيقة اللي حصل في الماتش بتاع جوزها، لكنه ما بيقدرش يقول لها على اللي حصل، وبيحكي لها إنه ندمان على كل حاجة، وإنه كان شخصية عنيفة جدا ومليان بالكره والغضب، وإنه في مباراة فيكتور ما كانش شايفه مجرد مقاتل واقف قدامه، ده كان شايفه شخص واقف قصاد حلمه إنه يكون أفضل مقاتل في العالم، كانش يقصد أبدا إنه يقتله. المهم بنروح لآخر ماتش واللي هيكون ضد إيجور، أقوى مقاتل عند زراف، واللي بالتأكيد هتكون غير أي مباراة خاضها بويكا، أكيد مش هتكون زي المباريات اللي فاتت. وبالرغم من تعب بويكا لكنه بيبدأ الماتش بهجوم عنيف، لكن إيجور كان سريع جدا وبيوجه كام ضربة قوية لبويكا، وبنلاقي القتال ما بينهم متعادل إلى حد ما، وكل واحد منهم عنده مهارات وعنده قوة، لكن إيجور بيسيطر على المباراة لفترة، وبيبدأ إيجور في توجيه ضربات قوية لبويكا تحت الحزام بتخليه يقع على الأرض، وبياخد ضربة قوية على ظهره بتخليه عاجز عن الحركة، وخلاص شبه إيجور هيكسب الماتش. لكن أول ما بويكا بيشوف ألما بيستعيد جزء كبير من طاقته وبيستعيد غضبه الشديد، وبيرجع يقاتل بكل قوته وبيوجه ضربات قوية وسريعة جدا، وبعد شوية لكمات محترمين من بويكا بيقع إيجور على الأرض مغمى عليه. تفرح ألما جدا بفوز بويكا، تجري عليه علشان تهنيه. كده بويكا قدر يحقق وعده، والمطلوب من زراف إنه يحرر ألما، وحاليا فاضل أقل من ربع ساعة الأتوبيس بتاع بويكا ولازم يمشي بسرعة. لكن المفاجأة إن زراف بيقول له إن لسه الاتفاق بتاعنا مخلصش، وإن إيجور مش البطل بتاعي ولا حاجة، وإن أنا عندي بطل تاني خالص، وإنك لازم تخوض الماتش الرابع. الكلام ده طبعا بيخلي بويكا في قمة عصبيته، لكن زراف بيقول له لو ما لعبتش الماتش ده كأنك ما عملتش أي حاجة والدين ما تسدش، وبيوعده إنه لو لعب الماتش ده وكسبه هيحرر ألما للأبد. في الوقت ده بيجي لبويكا تليفون من مدير أعماله اللي بيقول له فينك يا عم، ركبت الاتوبيس ولا لسه؟ بويكا بيقول له معلش انا هتاخر شويه، وبيطمنه انه هيخلص ويجي في الميعاد. في اللحظه دي بيوصل البطل الوحش الكاسر كوشمار وبيخش للكازينو، ترعب الجماهير كلها من شكله ضخم جدا. لكن اللي بيخوف بويكا اكتر ان بيشوف ماركوف مدير السجن اللي المفروض بويكا هربان منه جاي معاه يتفرج على الماتش. المهم انه بيبدا الماتش بهجوم سريع من بويكا وضربات في غايه القوه والعمق، ولا بتاثر في كوشمار. ابتدي الوحش الكاسر ده يرد الهجوم على بويكا
وبيمسكوا يطحنوا وينزل فيه ضرب، ومن الواضح فرق القوة بين الاتنين. وبيضرب كوشمار بويكا ضربة قوية اللي بيستقبلها من غير ما يقدر يعمل اي حاجة، وبينهار قصاده وبيقع على الارض. لكن بويكا لما بيشوف زراف وهو سعيد وبيضحك والما قاعدة حزينة ومكسورة بيستعيد وعيه وغضبه من تاني، وبيرجع بويكا من تاني بقوته المعهودة وغضبه الشديد جدا، ويهجم على الوحش ده تحمل ضرباته القوية. لكن كوشمار بيضربه تاني، والكل دلوقتي متأكد ان بويكا بنسبة 100% خسر الماتش. لكن مع بويكا لا تسلم يا صديقي، بيهجم على كوشمار بضربات قوية جدا، وبقى قادر على السيطرة، وبقى ماسك الماتش ومسيطر عليه، وبيسدد ضربات بكل قوة وغضب. وبتبتدي الضربات دي تأثر في كوشمار لدرجة انه بيقع في الارض، والأول مرة في حياته يقع في الارض على يد مقاتل. طبعا بويكا بيستغل النقطة دي وبيكمل هجوم بكل قوة وشراسة على كوشمار، وبيمسك ايده وبيعمل له فيها كسر خفيف، وفجأة بيطير في الجو وبكل قوته بيضربه برجله مغمى عليه في مباراة للتاريخ، وبيفوز بويكا. لكن زراف بيشوف كل ده وبيتضايق جدا، وبيرفض انه يحرر ألما، وبيأمر رجالته انهم يهجموا على بويكا بالعصيان ويكسروه وبيسيبوه على الارض منهار. لكن بويكا مستحيل يستسلم، بيفوق تاني وبيقوموا يضربهم وبيكسرهم كلهم، وبيهجم على اي حارس يحاول يقرب له وهو في قمة غضبه وعنفه، لحد ما حارس منهم بيضربه بالنار بتيجي في كتف بويكا. لكن بويكا بيقدر يتغلب عليه وياخد سلاحه ويقتل سيلفا، وبيجري ورا زراف اللي واخد معاه ألما رهينة وبيهدده يرمي سلاحه او هيقتلها. وبالفعل بويكا بيسمع كلامه، لكن ألما بتقرر تحرر نفسها، وده بيدي فرصة لبويكا للهجوم عليه. لكن بياخد رصاصة تانية في بطنه وبيمسك زراف يضربه لحد ما بيموته. وبتكون ألما حزينة جدا على اللي حصل لبويكا، وفي الآخر بيطلب منها انها تسامحه على كل حاجة عملها. وطبعا ألما بتسامحه على كل حاجة عملها. توصل الشرطة الروسية للمكان وبيقبضوا على بويكا بتهمة القتل والهروب من السجن، وبيرجع بويكا من تاني لسجن شورنيا في روسيا. وبعد 6 شهور بتزور ألما وبتشكره على كل حاجة عملها، وبتوري له رسومات للأطفال رسمينها لبويكا وهو بيتدرب، وبتتأسف له عشان اتأخرت عليه في الزيارة، وإن اللي عمله عشانها كان كبير جدا، وخصوصا إنه رجع لها حريتها، وبتأكد له إنها مسامحة من كل قلبها. طبعا الكلمتين دول بيريحوا بويكا، وبيعرف إنه عمل حاجة صح في حياته، وما بيكونش زعلان إنه فقد حلمه وحريته، لكنه في الآخر كسب نفسه. ودلوقتي رجع من تاني بطل السجن الوحيد، ومفيش أي شخص قادر على هزيمته. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة علشان اللي جاي عظمة. سلام.